النهارده فسخ عقده مع الزمالك، بس مش لاك لعبها صح. ازاي لعبها صح؟ هو مرضاش يفسخ عقده يوم 6/2 او يوم 7/2. ليه؟ هو اصر يفسخ عقده 9/2 اللي هو النهارده، اي بعد يوم 8/2، عشان خاطر يكون القيد اتقفل على الزمالك اللي هو ما يقدرش يقيد لعيب اجنبي. خدوا بالكم يا جماعه. طب ليه مشلاك عمل كده؟ مشلاك عمل كده قال لك عشان انا تعرضت لظلم في الزمالك. ايه الظلم اللي انت تعرضت له يا مشلاك؟ قال لك الزمالك كان عايز يطفشني من غير ما يديني حقوقي، او يديني الشرط الجزائي، او يديني ال3 اشهر ان انا اتدربت فيهم مع نادي الزمالك ولعبت للزمالك، او كان بيقعدني على الدكه وما كنتش باخد فيهم مرتب. فانا عملت لهم انذار بفسخ التعاقد، ولكن ما حدش سال فيا. قال لك خلاص تعالى يا مشلاك اتدرب انفرادي. طب ليه اتدرب انفرادي؟ قال لك حسيتها بتطفشك، ممش عاجبك امشي، مش عاجبك مش عايز تكمل في النادي مع السلامه. فهنا مشلاك قال لهم طب انا هوريكم. راح مشلاك قال لك ايه، انا مش هفسخ عقدي يوم 6/2. امال تفسخه امتى؟ قال لك انا هفسخه النهارده يوم 9/2، والنهارده اعلن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك. طب ليه؟ قال لك عشان ما ادهمش فرصه ان هو يجيب لعيب اجنبي، زي ما احنا كنا عارفين ان هو كان عايز يجيب اللعيب ساري داي، ولكن اما الناس من الشؤون القانونيه قالوا له للزمالك خلي بالك انت لو عيدت اللاعب دوت وعندك مشلاك كده هتعرض نفسك للعقوبات وممكن يتم وقف القيد من جانب الفيفا. النهارده رئيس نادي احد السعودي قال لك النهارده في مداخله مع ابراهيم فايق، قال لك انا مش هسيب نادي الزمالك وهتقدم بشكوى في الفيفا ضد نادي الزمالك، وهطالب بمستحقات مشلاك. كم مستحقات؟ خدوا بالكم الرقم، $1,750,000. بصوا يا جماعه، نادي الزمالك بيحط نفسه في ورطه بسبب انت اللاعب انت مش عايزه، كنت اديته الشرط الجزائي واديله حقوقه مع السلامه. انما انت فاكر ان انت بتضغط عليه وتقول له لا تعالى ده انا هلاعبك، هتقعد على الدكه ومش هتلعب خالص، ان انا هدربك انفرادي وي 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 كل دوت. اللعيب قال لك طب انا هوريك. خلى القيد مثلا يوم 8/2 هيتقفل، قال لك انا مش هعلن انسحابي يوم 6/2. وما اعلنته امتى؟ قال لك اعلنه بعدها بيوم. طب ليه؟ قال لك عشان افوت عليهم الفرصه ان هم يجيبوا لعيب مكاني زي ما هم كانوا بيعملوا معايا.